السلام عليكم حبايب ديالي، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد، وصفه جديده. اليوم هاد الوصفه مختلفه بزاف وماشي انا اللي غنقدمها لكم، غيقدمها لكم عمي اللي هو الاب ديال الزوج ديالي، وانا غنقول لكم غير المقادير اللي فيها، وعمي غيقول لكم لاش تطليق هاد الوصفه. اول حاجه دار عمي اللي هي الشريحه، اللي هي التين المجفف، ودار معاها الكركاع والتمر بلا عظم، يعني محيدين منه النوى ديالو كيف ما شفتوا دابا في الفيديو. وغادي يدير الشهده ديال العسل، وغيدير الزيت العود، وغيدير العسل الحر كيف ما كتشوفوا معي في الفيديو. وغيطحن هادشي كامل في الهاشوار. ما غاديش يتنيل بزاف داكشي، ولكن غيبقى يعني شاد راسو. المهم غيتعجن هداكشي. ممكن ما غتشوفوا معايا في الفيديو حيت الفيديو مغاير بزاف، ماشي انا اللي دايره، ولكن جات هاد الوصفه لذيذه بزاف قسما بالله واعره. وعمي غادي يقول لكم لاش تطليق هاد الوصفه وشنو الفوائد ديالها. معتبر شتوها كيفاش جات؟ كتجي غزال معلكه. وقولوا لي كيف جاكم هذا الفيديو، واش تبغيونا نبقاو نديرو هكايا فيديوهات بحال هكا انا وعمي وهكايا. الا عجبكم الفيديو قولوها لي في التعاليق، وخليو لعمي التعاليق يكونوا زوينين حيت غادي يشوف. ودابا غادي تسمعوا النصائح اللي غيعطيكم ولا ياش كتليق هاد الوصفه. وما تنساوش تخلينا شي تعاليق يكونوا زوينين بحال هادي كدارها فوقيتات البرد. نوض مع الصباح كون معايا القا وسير الخدمة، واحد ثلث ساعة عاد فطر. انا خوتي خواتاتي ها كيفاش كتجي الوصفة. ها كيجي داك الكركاع مقرمش، كيبقى مقرمش بحال هكاكي، كتجي ديك الماكلة ديالو لذيذة وزوينة. والله الا جات هاد الوصفه واعره. وا كاع عجبتهم بغاو يحماقوا على هادي، محال تصبح حتى الصباح تشوفين هادي على حساب. وتنساوش تدعموني بلايك وسبسكرايب في القناه وشي تعليق